ويكفي أن الله جل جلاله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد أجمع علماء التفسير على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، لكن إضاعة الصلاة تفريغها من مضمونها بلا مضمون. لا تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لا تنهه صلاته عن غش المسلمين، لا تنهه صلاته عن أن يأخذ ما له وأن يدع ما ليس له. يريد أن يأخذ ما له وما ليس له. فمثل هذه العبادات الجوفاء التي لا تدعمها استقامة والتزام ووقوف عند كتاب الله، هذه العبادات الجوفاء لا تسمى عند الله صلاة، ولا يسمى هذا الصيام صياما، ولا يسمى هذا الحج حجا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك يناديه مناد ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. أيها الإخوة الكرام، إن حسن الظن بالله ثمن الجنة، إن حسن الظن بالله ثمن الجنة. لكن ضعاف الإيمان وصفهم الله عز وجل، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أقول لكم مرة ثانية: زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، فإذا هم 1,200,000,000 ليس أمرهم بيدهم، وليست كلمتهم هي العليا، وللطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل، 1000 سبيل وسبيل. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نحن محسوبون على الله، محسوبون على دين الإسلام، محسوبون أننا من أمة محمد سيد الأنام. لكنك إذا دققت في حياتنا وفي علاقاتنا وفي كسبنا لأموالنا وفي إنفاق أموالنا وفي علاقاتنا بزوجاتنا وبناتنا وأولادنا وفي حلنا وترحالنا وفي سلمنا وحربنا، لا تجد الإسلام مطبقا في حياتنا. فلذلك كأن هذا الذي حدث وضع المسلمين في شتى بقاع العالم، في شتى قارات الأرض أمام موقف صعب، إما أن تكون ملتزما، وإما أن تضع حظوظك ومصالحك التي تأتيك من معصية الله تحت قدمك حتى تستحق نصر الله عز وجل، وإما تنطبق علينا الآية الكريمة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وليس لكم أي ميزة إطلاقا. أنتم بشر ممن خلق، من هؤلاء الشعوب الشاردة، من هؤلاء الشعوب الضائعة، من هؤلاء الشعوب الساقطة من عين الله، من هؤلاء الشعوب المادية التي جعلت همها طعامها وشرابها وشهوتها. أيها الإخوة الكرام، الأمر لا يحتمل مجاملة، ولا يحتمل مداهنة، ولا يحتمل أن نثني على بعضنا بعضا ونحن بعيدون عن نصر الله عز وجل. ماذا علينا أن نفعل الآن؟ ماذا يمليه علينا شرعنا العظيم؟ ما الذي يمليه علينا قرآننا الكريم؟ أول شيء يجب أن نوحد. التوحيد كلمة يقولها أي إنسان، لك أن تقول 1,000,000,000 دولار. فرق كبير بين أن تلفظها وليس في جيبك ليرة واحدة وبين أن تملكها، وفرق كبير أيضا بين أن تقول لا إله إلا الله وبين أن تكون موحدا حقيقة. إن كنت موحدا لا تخشى إلا الله، إن كنت موحدا حقيقة
إذا قرأت قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وتسليما وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن تعتقد أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أن ترى أن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما نحن عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جدد إيمانك بالله، جدد إيمانك بالله. إياك أن ترى أن مع الله أحدا، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ليس مع الله قوي، القوي هو الله. ليس مع الله ذكي، الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. على ما عندهم من حرص ومن احتياطات تفوق حد الخيال يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع حذر من قدر، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.